عندي حكاية حقيقية. حكاية كان يا مكان في سالف العصر من الأوان واحدة ست كانت متزوجة، وبعد محاولات شديدة وكتيرة كتيرة 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 ما قدرتش انها تكمل الجواز. انفصلت عن زوجها، انفصلت وهي معاها عيلين. الحقيقة انه بعد الطلاق بتاعها ما كانش حياتها وردية، ما كانتش ألطف حاجة، تحديدا لأنها قررت ان هي تشيل مسؤولية العيلين دول. أيام يبقى معاها فلوس وأيام لأ، وابتدى الأيام تجر بعض لحد ما الست دي بقت مفلسة ماديا ومفلسة عاطفيا ومفلسة اجتماعيا، بقت كل حاجة علشان زي ما بيقولوا بالإنجليزي تقدر تسرفايف. لحد زي ما هي حكت لي رمضان 2016. رمضان 2016 كانت بداية حقيقية لحياتها. كان في يوم من الأيام الأيام اللي هم بيقولوا عليها إن هي أيام ليلة القدر، الأيام اللي الناس بتنزل تصلي فيها كتير جدا وبتكون موجودة فيها في الجوامع وبتدعي من قلبها وبتقرأ قرآن كتير وبتتعبد كتير وبتحاول قد ما تقدر إن هي تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام اللي الناس كانت بتقول عليها إن هي مش متوقعة إن هي تكون ليلة قدر. الست دي كانت حاسة إن اليوم ده يوم ليلة القدر. يوميها كانت معزومة في بيت عند أصحابها، ورفضت في الأول إنها تروح العزومة دي، لكن بعد ضغط شديد جدا جدا من أصحابها هي قررت إن هي تروح هذه العزومة اللي كانت على السحور. دخلت البيت وسألت الست صاحبة البيت فين السجادة، فين أوضتك، فين الإسدال. لبست الإسدال ودخلت الأوضة وقعدت في الأوضة ساعتين أو 3، لدرجة إن الناس اللي بره كانوا خايفين لا يكونوا الست اللي جوه دي جرى لها حاجة، كل شوية يخبطوا عليها ويقولوا لها أنتِ كويسة. سجدت ودعت. وعيطت من قلبها واستحلفته بالنبي كتير. وما خرجتش بره الأوضة دي إلا لما حست إنها قالت له كل اللي في قلبها، قالت لربنا كل اللي في قلبها، ودعت بكل اللي تقدر عليه واللي نفسها فيه. وكان عندها يقين في الليلة دي تحديدا حتى لو ما كانتش ليلة القدر إن كل اللي طلبته من ربنا هيتحقق واتحقق. بعد أيام عديدة من نهاية رمضان ودخول العيد جالها شغلانة كويسة جدا، بقى معاها فلوس وعوضت اللي باعته، فعندها مركز وشأن، وبقى عندها ناس بتحبها، وما بقتش مفلسة اجتماعيا، وما بقتش مفلسة ماديا، وما بقتش مفلسة إنسانيا. القصة دي قصة حقيقية لشخص قريب مني جدا. الشهر ده ادعوا على قد ما تقدروا فيه. اللي عندها مشكلة مع جوزها ومش قادرة تسيبه وبتحبه تدعي له بالهداية وتدعي ربنا إن ربنا يهديه لها. اللي قلبها وجعها من قصة مؤلمة أو دخلت في علاقة وانجرحت فيها ومش قادرة تعدي، مش عارفة تنساه، تدعي ربنا إن ربنا يطبطب عليها ويطيب قلبها. اللي معهاش فلوس تدعي إن ربنا يرزقها. اللي عايزة تتجوز ومفيش عريس تدعي إن ربنا يرزقها بعريس.
اللي عندها مشكله مع امها وابوها وبيضربوها ومش عارفه تتعامل معاهم، تدعي ربنا ان يهدي لها ابوها وامها. اللي بتشتغل ومفيش بركه في رزقها، المرتب بيجي ويطير تاني يوم، تدعي ان ربنا يبارك في فلوسها. اللي عندها عيال عاصيه، تدعي ربنا انه يهدي لها عيالها. ادعوا على قد ما تقدروا، لاني على يقين تام ان ربنا هيستجيب، بالذات في رمضان. ربنا رب قلوب، وربنا موجود طول الوقت سواء في رمضان او غير رمضان. بس حقيقي يوم في رمضان ممكن يغير لك حياتك كلها. صدقيني، اسجدي وادعي بالصحة والستر، اسجدي وادعي بالرضا، اسجدي وادعي بالرضا، اسجدي وادعي بالرضا، اسجدي وادعي ان ربنا يغير لك حالك، يبدله من حال لحال، كن فيكون. بس انتي ادعي من قلبك. وحقيقي الشكوى لغير الله مذلة. لو عندك طلب اطلبيه منه، بس خلي ده مصدق ان وانا بطلب الطلب ده هيتعمل والله. استحلفي بالنبي عليه افضل الصلاه والسلام على قد ما تقدري، كل ليله وتريه، كل ليله يقال عنها انها قد تكون ليله القدر. ادعي وعيطي واستغفري واطلبي ده ربنا. وانا على يقين انه بعد ده الحال هيبقى حاجه تانيه. ادعوني استجب لكم. ربنا يوعد بكده.